السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما كده بصحة كويسة واسنانكم تكون جميلة. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا: اعمل حشو اثناء الصيام ولا لا؟ وفي سؤال تاني: اعمل حشو بلاتين ولا حشو ليزر؟ ونقول احسن ليا. هجاوبكم على الاسئلة دي، خليكم معايا. اول حاجه، الحشو يا جماعه مواد الحشو نفسها ما بتفطرش، لان هي اصلا ما بنبلعهاش. وادوات الاسنان عموما يعني ما بتفطرش الا اذا لو الدكتور مثلا محتاج انك تتمضمض كتير او حاجات فيها كحول، ده بيبقى فيه شبهه شويه. فالافضل ان احنا ناجل الحشو لبعد الفطار او لما رمضان يخلص لو ينفع يعني. فالوقت الصيام الافضل يعني ان احنا ما نعملش الحشو، خصوصا ان معظم الحشوات بتكون ساعات غير طارئه. ان انا احط حشو ده بيكون حاجه غير طارئه. فاختار بقى السؤال التاني: اختار حشو بلاتين ولا اختار حشو ليزر؟ حشو البلاتين بيستخدم في الاسنان الخلفيه اللي بتحتاج قوه طحن عاليه